نظم عدد من القوى السياسية المعارضة لسياسات الرئيس محمد مرسي مظاهرات سلمية بمحيط قصر الاتحادية، ونظرا لكثرة حشود المتظاهرين فقد تمكنوا من اجتياز الأسلاك الشائكة والحواجز التي وضعتها الشرطة بمحيط القصر، واستمروا في التظاهر وترديد الهتافات المناهضة للإعلان الدستوري، إلا إن أي منهم لم يحاول اقتحام القصر. وفي 2 فجر يوم 5 من ديسمبر وردني اتصال هاتفي من محمد مرسي رئيس الجمهورية، وأمرني بفض الاعتصام خلال ساعة واحدة، فأخبرته باستحالة تنفيذ ذلك دون خسائر، ورفضت تنفيذ الأمر. وبعد وقت قصير حاولت الاتصال به ولكني لم أستطع الوصول إليه، فاتصلت بأسعد شيخة وطلبت منه مهلة 24 ساعة لفض الاعتصام دون استخدام العنف، ولكنه أخبرني أن الرئيس لا يريد أن يرى المعتصمين عند حضوره صباحا. وفي الصباح كان معظم المعتصمين قد انصرفوا، ما عدا قلة نصبت حوالي 15 خيمة بالجهة المقابلة للقصر، فحضر إلي أسعد الشيخة وطلب مني إزالة تلك الخيام وإخلاء المعتصمين منها، فرفضت وأخبرته ما قد يحدث من أضرار، فقال لي إن رجاله وأنصار جماعته سيفضون ما تبقى من الاعتصام بحلول عصر اليوم، وأنهم سيفضون اعتصام ميدان التحرير أيضا، فحذرته من ذلك وأخبرته أن ذلك سيؤدي إلى كارثة. وبعدها دعاني الرئيس محمد مرسي إلى اجتماع شارك فيه أسعد الشيخة ورفاعة الطهطاوي، وطلب مني فض الاعتصام أمام القصر لكونه مظهرا غير لائق. وأثناء الاجتماع ذكر أسعد الشيخة أن من يقترب من قصر الرئاسة سوف يلقى حتفه. بعدها بدأت حشود من أنصار الرئيس محمد مرسي من الإخوان المسلمين في التوافد على محيط القصر، ثم تعدوا على المعتصمين وأزالوا خيامهم بالقوة. وبعدها بقليل اتصل بي العميد خالد عبد الحميد عبد الرحمن وأخبرني أن هناك عددا من المحتجزين عند بوابة القصر رقم 4، وأن أسعد الشيخة طلب منه إدخال المحتجزين داخل القصر، ولكنه